يا مساء الفل عليكم. النهارده هنعمل بقى أكلة التوفير، أكلة الشعب المصري كله، وأحلى أكلة الناس كلها بتحبها. دلوقتي الوقت الشتوي بيطلع معانا أحلى كرنب وأحلى قرنبيط. النهارده قرنبيط أو الزهرة زي ما ناس تانية بتقول. القرنبيط من الأكلات المفيدة جدا وفيها فوايد، يعني حلوة قوي. وكمان ممكن تعملوه مخلل او ممكن تعملوه مقلي او كمان صينية او عجة. حاجات كتير جدا ممكن يتعمل بيها قرنبيط. اول حاجة بتختاري قرنبيطة تكون صغيرة شوية، ما تكونش كبيرة علشان تكون مسكرة. طب خلاص، جبناها نقطعها بقى كده من فوق. الاول بنغسلها غسلة حلوة، وبعد كده بنقوم مقطعينها لكل، يعني هي اسمها زهرة علشان كل واحدة فيها كده زي الزهرة كده. فاحنا بنقطعها زهرات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه كده على حسب الحجم اللي انت عايزاه. بصوا، هي كانت معايا في التلاجة بقالها كام يوم، يعني اخدت شوية تلج كده. قطعتها، وفي الوقت ده هكون مجهزة مية معايا على النار عشان عايزاها تسخن. تقدري ان انت تسلقيه وتحطيه في الفريزر لوقت ما تحتاجي، وتقدري ان انت تعمليه على طول. عايزه اقول لكم من الحاجات اللذيذه جدا وموفره. كمان النهارده هنعمله بطريقه موفره اكتر. النهارده مش هنستخدم ولا لبن ولا بيض ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. تمام، متفقين؟ ولا كمان خضره. يعني شفت بقى، وهناخد قرمشه زي العسل. معايا كده حله حطيت فيها نص ليمونه علشان الريحه، وحطيت شويه ملح، شويه كمون علشان الغازات، شويه زيت كده. وهنبدا ننزل القرنبيط. القرنبيط من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت تماما. يعني مجرد كده ما انتي تمسكيها في ايدك كده وتلاقيها طريت، العود بتاعها دوت طري شويه كده معاكي، خلاص بتبداي تطلعيها على ميه ساقعه او تغسليها على طول علشان ما تكملش سوا مع نفسها من السخونيه، علشان لو سخنت زياده عن اللزوم هتتهري منك. هنجيب البوله بتاعتنا كده ونبدا ننزل فيها القرنبيط. قرنبيطة بقى ب10 جنيه، ب5 جنيه، ب15 جنيه، حسب ما تلاقيها. هتعملك أكلة كتيرة جدا وموفرة جدا، ومش هنستخدم بيض ولا لبن. معايا هنا البولة دي حطيت فيها دقيق وفيها توابل، ومعايا طبق تاني فيه دقيق وفيه بقسماط، وهقول لكم برضو التوابل. ومعايا القرابيط بتاعي. انا اول واحده حطيت فيها الدقيق وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وشويه كركم وشويه بابريكا. عايزه تحطي توم باودر وبصل باودر تمام، ما عندكيش خلاص مفيش اي مشكله. وقلبتهم كده بشويه ميه. ايوه يا جماعه، ميه، مفيش لبن ولا في اي حاجه خالص. عايزه تحطي بيضه في تمام، مش عايزه خلاص مفيش اي مشكله، لكن انا مش هحط. عايزاكي كمان تحطي لي مع الخليط دوت شويه نشا وشويه بيكنج باودر صغيرين جدا. يبقى دقيق، نشا، بيكنج باودر، وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، وكمان كركم وبابريكا علشان يدوني اللون الحلو. زي ما انتم شايفين كده، انا في الوقت ده كده بحط النشا، وحطيت كمان رشة من البيكنج باودر. انت بقى بتفضلي كده تزودي دقيق او نشا حسب ما تلاقي القوام بتاعك. انا عايزاه يعني لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف، يعني بين البنين. يعني بحيث بس ان انا عايزة الخلطة بتاعتي دي تمسك شوية على القرنبيط. بتدوقيه بقى وتشوفي اذا كان محتاج منك اي توابل بتنزليها في الوقت دوت. وعايزة تحطي مكعب مرقة يطعم لك كده الدنيا، حطي. انا لقيته محتاج ملح شوية حطيت عليه. هتعملي وليمة والله. وعايزه اقول لك القرمشه يعني فوق 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 يعني. لو وصلت معايا هنا اضغطي لايك عشان كل يشوف الفيديو. هنا بقى معايا دقيق على نشا على بقسماط. البقسماط العادي اللي هو بتاع البانيه. طب لو انت ما عندكيش بقسماط، عيش فينو هتنشفيه في الفرن، او هو نشف عندك اصلا وهتضربيه في الكبه. خلاص كده هدمجهم في بعض مع نفس التوابل اللي انا حطيتها على الخلطه بتاعتي. يبقى اول واحده فيها دقيق ونشا وبيكنج باودر بس. تاني واحده فيها دقيق ونشا وبيكنج باودر وشويه بقسماط، ونفس التوابل هي اللي هنا هي اللي هنا. هنزل الاول القرنبيط كده في الخلطه دي، ولو عايزه تسيبي فيها شويه كده ياخد من الخلطه الطعم بتاعها تمام، مش عايزه تسيبيه ومستعجله هتطلعي من هنا على هنا على طول. بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ولا خضره يا جماعه ولا اي حاجه، انا بجد اتفاجئت من الطعم يعني. وبعدين عايزه اقول لكم سريع جدا. يعني اللي هتحتاجي بقى ان انت لسه هتقطعي خضره تعملي بيض الكلام ده لا. يعني انت يا دوبك هتنزليه هنا وهتطلعيه من هنا كانك بتعملي بانيه بس من غير اي بيض. اهو هنزله في الخلطة دي. انا بحاول افتحه كده وادخل الخلطة في كل حتة فيه عشان انا عايزة كل حتة مقرمشة.
هعمل كل القرنبيط اللي معايا بنفس الشكل ده كده. عايزه تاخدي طبق اعلى تنزلي تاني في الخلطه وتوديه تاني على الدقيق والبقسماط. معايا هنا بقى زيت، وهبدا انزل فيه القرنبيط، بستناه ان هو يتشمع من على الوش الاولاني وياخد وش قرمشه حلو، وبعد كده اقلبه على الناحيه التانية. كده كده القرنبيط بتاعنا مستوي، بقى انا مش محتاجه ان انا اسيبه كتير يعني، وانا بس عايزاه ياخد لون ويقرمش. كده خلاص انا خلصت. تعالوا بقى شوفوا الجمال بجد يا جماعه، انا ما شفتش قرنبيط مقرمش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا بوريكم ده كان شويه محشي باقيين من امبارح. بصوا انا كان نفسي، انا مش عارفه فصلت الصوت ليه. القرنبيط مقرمش تحفه تحفه. عملت جنبه بتنجان وسلطه شويه عيش، عايز تعملي الرز براحتك. تحفه يا جماعه بجد يعني. بصوا كنتاكي، تحفه تحفه تحفه. جربوها هيعجبكم جدا بامر الله. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.